هتكلم معاكم بسرعه على السنجل لاين دياجرام على الكيبل روتنج والاكويبمنت بتاعت الكهرباء. اتكلم عندي في المشروع في 2 ترانسفورمر، كل ترانسفورمر بيبقى تحميله 50%. كمان عندي كل ترانسفورمر بيخرج على سويتش جير MDB، وعندي في باس كابلر ما بين كل ترانسفورمر والتاني. عندي في باس واي بيتحرك ما بين الادوار اللي هو الباس واي النورمال. عندي كمان باس واي خاص بالUPS بيتحرك ما بين الادوار. طبعا الاثنين ترانسفورمر دول بيبقوا واخدين من RMU4 فانكشن، وكمان عندي باس واي بيتحرك للادوار اللي تحت. كل دور بيبقى فيه حمل اناره، في لوحه باور، في لوحه MCC خاصه بالمواتير او الفانز او الHVAC سيستم النورمال، زي مثلا AHU المراوح. لازم اكون عامل حساب الفاير بامب والتوصيل بتاعها، سواء من ناحية الترانسفورمر او سواء من ناحية EMDB، وكمان الجوكي بامب. كل دي نقط بنتعرض لها. واحنا عندنا المشروع عبارة عن 4 ادوار و2 بيزمنت. عندي في دور ارضي، عندي في دور اول، تاني، تالت، رابع، وكل دور زي ما قلنا في النورمال والامرجنسي واللايف سيفتي. وعندي في البيزمنت اللي بيبقى فيه طلمبات. عندي طبعا الروف بيبقى جواه المكن التشيلرات بتاعه التكييف على النورمال هيدنج. وعندي كمان جوه الروف في البريشرايزيشن فانز والمراوح اللي ليها علاقه باللايف سيفتي. هنا بنتكلم على ترانسفورمر بتاعنا والروتينج في الدور الارضي عامل ازاي. سواء عندي الروتينج من الترانسفورمر روم من خلال الباس واي النورمال وللMDB اللي موجوده في الالكتريكال روم، وكمان الصواعد اللي بالاخضر اللي بتتحرك ما بين الادوار وبعضيها عشان تدي النورمال لود سواء باور او اناره، والصواعد اللي بالاحمر اللي هي خاصه بالUPS، وكمان الكيبل تري اللي بيخرج من EMDB ويروح للادوار اللي فوق عشان بيدي كل حمل انديفيدوال عشان emergency وايز. بعد كده بنشوف هنا لو عندي غرفة مكن، ازاي غرفة المكن انا بوزع الكيبل تري وبوزع الديسكونكت للمكن، ومرة بطريقة شوب دروينج ومرة ديزاين. دوت نموذج قدامكم لمراوح بريشرايزيشن وسموك فان، ببين فيهم شكل الستارتر، ببين فيهم الايرث ليكج ريلي، وببين كمان الموتور تايب، وبنتعلم ازاي نحسب الموتور تايب، بنتعلم ازاي نحسب الكابل. هنا برضو بنتكلم على التشيلرات النورمال اللي فوق الروف، الاليفيتور النورمال، الستارتر بتاعتهم شكلها عامل ازاي، الكنترول بانل بتاعت التشيلر زي ما انتم شايفين عندك في الشمال اهو. دوت بلان 2D وشايفينه حقيقي هو في 3D عامل ازاي. برضو هنا زي ما انتم شايفين بنبين كويس قوي شكل الصاعد او شكل الشفط اللي بيتحرك فيه الباس واي اللي بيتحرك ما بين الادوار، وكمان الكيبل تري. ده برضو منظر بيبين ازاي بتخرج من EMDB وتحرك فوق الكيبل تري الهوريزونتال عشان تقدر تلحق نفسك على الكيبل تري الفيرتيكال وتطلع لفوق. مبينين شكل الكابلات. دوت الشكل اهوت زي ما انتم شايفين هنا في الشمال. دوت الباس واي اللي خارج وفي تاب اوف عليه. ازاي بخرج من الكيبل تري واتحرك علشان احرك جوه الغرفه، وبعديه باين كيبل تري اللي على الشمال 3D واللي على اليمين 2D. في اكتر من شكل بنبين فيه شكل الاخراج عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه تصميم، يعني ايه كلام اللي بنحكي عنه في ال2D هو شكله حقيقي ازاي ك3D وتخيل. طالما الحاجه وصلت لها 3D فانت خلاص كانك شفتها في الحقيقه وفهمت هي متركبه ازاي. برضو دي غرفه هنا معقده شويه، فيها مجموعه من اللوحات النورمال والامرجنسي عموميه وفرعيه. هنا برضو ده مشهد تاني ببين برضو فيه الصاعد اللي بيتحرك ما بين الادوار، وهنا ده شكل برضو ببين فيه الصاعد اللي ما بين الادوار واربطه ازاي بالصاعد او السنجل لاين دياجرام. اي نعم انا مش برسم معاك ريفت في الديستريبيوشن، الريفت جوه كورس الريفت، لكن انا مهتم جدا اني اوصل لك الحقيقه. وبكده نكون خلصنا تقريبا بريف عن محاضره، بريف عن جزء من محاضره من المحاضرات المهمه في الديستريبيوشن. وهرجع لكم تاني ان شاء الله بفيديو تاني اتكلم فيه على نقطة من النقاط المهمة اللي موجودة في كورس ديستريبيوشن في دبلومة كونسلتير اللي بتتميز بيها الدبلومة عن اي دبلومة بفضل الله. سلام عليكم.